حبيش الحبيش المسؤول عن تنظيم أو تأجير المخيمات في مهرجان الملك عبد العزيز. حدثنا اليوم عن نشاطكم في هالمهرجان، وكم تأجيركم بالنسبة للزوار المهرجان. الله يحييك ومرحبا بكم، وشرفتونا في مهرجان الملك عبد العزيز في شارع الدهناء التجاري. طبعا أنا المستثمر لشارع الدهناء التجاري ومستثمر أراضي ملا كلبل. ففيه طبعا عدة محلات واستثمار، وفيه إقبال جيد جدا على المهرجان. بالنسبة للمبيت، المخيمات الصغيرة اللي دائما تؤجر، هذه كم عددها وكيف نظام تأجيرها؟ بالنسبة لمخيمات المبيت الآن تراوح 1000 خيمة المبيت، وفيه السنة هذه أحدثنا مخيمات للعوائل الأسر، وأحدثنا مخيمات فندقية فيها برتبلات وبيوت شعر وجلسات حلوة مرتبة. فهذا الجديد السنة هذه. الأسعار تبدأ من كم وتنتهي إلى كم؟ الأسعار تبدأ من 50 ريال وتنتهي ب 800 ريال. الفي اي بي كم؟ الفي اي بي غرفتين بارتبل مع دورة مياه مع بيت شعر مع جلسة مسطح أخضر، 800 ريال اليوم. طول الأسبوع ولا الويكند يختلف؟ الويكند 800، وسط الأسبوع ب 500 ريال. بالنسبة للملاك كيف تنظيمك معهم؟ الملاك عندنا فئات، عندنا الفي اي بي والذهبية والفضية والبرونزية ومخيمات الملاك. الفي اي بي كم؟ الفي اي بي طبعا عندنا يتراوح على حسب الاستيعاب اللي يعني يجي فيها 4000 5000 شخص، هذا قيمته توصل إلى 100,000 اليوم. أعلى قيمة للملاك؟ هذه أعلى قيمة للملاك، وأقلها للملاك؟ وأقلها 2000 ريال 3000 ريال.